ملك المغرب ملك محمد السادس. الفيديو اللي هعرضه واولا يعني الملك محمد السادس من طبعا علاقتنا وعلاقتنا باشقائنا في المملكه المغربيه الشقيقه. موكبه ماشي، وللاسف الشديد انا مستغرب جدا، وتساؤلي ده لانه الحفاظ على القاده العرب، الحفاظ على القاده. نحن لا نتمنى انه يتم الاذى لاي حد من القاده المخلصين للامه العربيه ولبلادهم، ومن بينهم الملك محمد السادس. الملك محمد السادس ماشي، وفجاه ده مش ممكن يحصل يا جماعه. اشقائنا في المملكه المغربيه، خطر جدا اللي حصل ده، خطر. واحد وصل لسياره الملك محمد السادس، مواطن. ازاي وصل؟ السؤال الامن، فين الامن المغربي؟ فين الحراسه الملكيه؟ فين الحرس الملكي؟ ازاي سمح انه وصل للعربيه وهو ماشي على طريق وموكب ملكي ماشي؟ بصوا يا جماعه، ركزوا لو سمحتوا، ركزوا، خطر جدا ده، ومن كذا زاويه. ده الموكب الملكي تشريفه، وادي المواطن هي اهو، لحظه بس، اهو جري. بصوا جري. اقف يا يوسف هنا، اقف. وقف. ادي العربيه اللي فيها جلاله الملك محمد السادس. جري واخترق الموكب ووصل لحد العربيه. والحارس اللي هو الحارس الرسمي او الخاص لملك محمد فتح الازاز. ده اخطر كمان، اخطر انه فتح الازاز. لا قدر الله الراجل ده لو عنده بعض الشر، يعني ربنا يحمي ملك محمد السادس، لو معاه اي شيء كان بقت مشكله. وبعد كده مشيت العربيه، وبصوا جري وبيجروا وراه. بتجري ورا مين يا سيدي؟ الحراسه الملكيه بتجري ورا مين؟ انت بتجري ازاي وراه؟ يعني ازاي تسيبوا جلاله الملك كده؟ مره تانيه بيتعرض. بصوا يجري ازاي؟ موتوسيكل سايبه ازاي؟ وصل لحد النقطه اللي لا يمكن حد يوصل لها، اللي هي بيقولوا عليه النقطه الدايره الاولى، اللي هو لما توصل لها دي النقطه الحمراء. دي الحراسه اللي مع جلاله الملك. والله العظيم الناس دي تتحول للمحاكمه، وانا بتكلم جد من غير تدخل في الشأن المغربي، ولكن انا حرص على جلاله الملك محمد السادس، لان انا الناس، لانه والده كمان الله يرحمه الملك حسن، يعني كان ليه علاقات بينا، علاقات محترمه جدا بمصر ورؤساء مصر لحد الرئيس مبارك، علاقات محترمه جدا، ورئيس سادات، يعني ناس محترمين معانا جدا. اشقائنا في المغرب علاقتنا بيهم محترمه. انا غضبت جدا وبعرض ده لان انا متضايق، ما احبش اشوف الموقف ده يتكرر. يعني ازاي يصل واحد حتى لو مواطن ليه طلب ما يوصلش كده؟ ارجو انه الامر ده لا يتكرر. وانا بعرض ده كمان عشان كلنا ننتبه، يعني كل قادتنا وكل الناس المستهدفين، والملك محمد السادس على فكره مستهدف. ما في تنظيمات ارهابيه مستهدفاه، يعني الراجل مش قاعد لا، مستهدف. ما بيمسكوا ارهابيين عندهم، لسه ماسكين من كام فتره كده مؤخرا تنظيم قاعده شمال افريقيا وتنظيم مش عارف فين وحاجات كده يعني. فكيف سمح انه يوصل؟ وهنشوف من زاويه اخرى، من زاويه تانيه. فالموضوع ده منرفزني جدا. ادي زاويه تانيه، ادي العربيه اهو. بص يا جماعه وصل ازاي، شوفوا الخطر، منتهى الخطوره. والحرس بيجري اكنه بيجري في ماتش كوره. ده مش دور الحراسه على فكره. والمصحف الشريف مع حراسه دي، اقسم بالله العظيم. والحرس الشخصي مع جلاله الملك محمد فتح الازاز. الغلطه دي على فكره حصلت، الرئيس مبارك كان في بورسعيد سنه 99 وعدى حاجز ودخل اصاب الرئيس مبارك بالسكين. بس ايه اتعمل ايه مع الارهابي ده؟ اتقتل.
وهي عنايه الله لانقذت الرئيس مبارك في ذلك الوقت. بص اهو، ده لو معاه لا قدر الله قنبله بعد الشر يعني. انا بتساءل ازاي حتى سمحت له يجري؟ ده انت كان لازم تقتله، كان لازم تقتله. ده قالب بيه حراسه، يعني انا مش راجل بتاع امن ولا راجل بتاع حراسه، ولكن بقول الف ب حراسه كان لازم يتقتل. مش انت بتجري وراه، انت بتجري، هو سرق حرامي غسيل؟ ده واحد جاي يعتدي على موكب الملك او حتى يشتكي، ما يوصلش الملك موكب الملك. ارجو ان اشقائنا في المملكه الاردنيه، في المملكه المغربيه، انا اسف بصراحه، لازم يعني يقولوا للراي العام ما الذي جرى؟ جلاله الملك محمد السادس ما الذي جرى؟ وازاي الحراسه تعاملت بالضعف ده؟ انا بقول بالضعف ده، مع ازاي ما يامنوش التامين الكافي. وانا بتكلم في ده لان انا خايف على جلاله الملك محمد السادس والخوف عليه، وبقوله كمان لحب ليه، لحب ليه. وانا عمري لا قابلته ولا شفته، ولكن على الاقل بتابع الراجل ده في كلماته المحترمه، علاقته بينا المحترمه جدا. بقول لحضراتكم والده كمان علاقته المحترمه بينا، وعلاقتنا باشقائنا في المملكه المغربيه المحترمه. فانا خوفي كمان على العاهل المغربي انه يجرى له اي مكروه. اتعاملوا معاه ازاي وقبضوا ازاي؟ ده يعني انا في منتهى الغرابه من اللي انا بصراحه بعرضه على حضراتكم. فيعني الحمد لله انه سلامه الملك محمد السادس، ولكن يعني اتمنى الا يتكرر هذا الامر مره ثانيه ابدا. وده درس للحراسه الملكيه او المسؤولين عن تامين جلاله الملك محمد السادس، انه هذا الامر لا يمر مرور الكرام وما يتكررش مرة تانية، لأنه هذا الملك من الناس المستهدفين. وإحنا بنخاف على قادة العرب، بنخاف على أي مسؤول عربي، إن إحنا نتمنى أبدا أبدا لأي حد يتعرض لأي أذى. ويعني نقول لهم جميعا إن شاء الله دايما بحمد الله على سلامتكم.